يعني تقدر تقول كده جورميه فود فور افري داي ليفنج. وكانت المفاجاه يا وعدي قد ايه هي هتبقى صعبه. خرمنت، انتوا عارفين ان انا ما بخبيش عليكم حاجه. خط التليفون بتاعي تبع احدى شركات الاتصالات بينزلوا العملاء هدايا شهريه كده على الخطوط بتاعتهم. لقيتهم منزلين مجموعه من المطاعم. دخلت بصيت على المطاعم دي لقيت الاسعار عندهم في مستوى الطالب نجيب ساويرس. قعدت افكر قلت هتضيع الفاوتشر يا مانجو، روح يا عم وشوف اي حاجه هناك تتجاب. نزلت محل منهم اسمه جونز جروسر او بقاله جونز، سلسله استرالي كده عباره عن ميكس كافيه ومطعم وبيقدموا حاجات فريش وعندهم حاجات كتير مختلفه. يعني تقدر تقول كده جورميه فود فور افري داي ليفنج. لا اكيد مش انا اللي مالفها، ده السلوجان بتاعهم. قلت ورينا يا عم جونز بتبيع ايه. وكانت المفاجاه. اللايك شاب عشان الفيديو يطلع فوق وصنفر الطاسه وحل الفزوره وتعالى. بصيت بقى في الحاجات اللي بيبيعها عم جونز لقيت عنده ركن بقاله صغنن كده، بس دماغك ما توديكش لعم شيبه البقال، بيبقى من نوع تاني خالص. تعالوا نسخن باول حاجه كده. ودي بتحب الجريسيني؟ ايه مالك سرحت في ايه؟ ده بقسماط عادي مفيش حاجه. عامل لك مقارنه ما بين كلاسيك جريسيني من جونز جروسر، ربع بقسماط من غير سمسم من عند فرن السفير. ده 100 جرام كلاسيك جريسيني ب 60 جنيه. جيب لك من هنا قال لك لايت اند كريسبي. تفتكر ده مبرر ان هو يبقى ب 60 جنيه؟ الكيلو بقى عند السفير ب 60 جنيه، يعني ده 10 اضعاف ده. نفتح وندوق. نفتح كيس السفير كده اولا. تعالوا نفتح جونز جروسر. المعلومات المهمه اللي مكتوب عليه ان هو فيجيتيريان، يعني يصلح للاشخاص النباتيين. بيتفتح هنا بلزقه وشغل فاخر الصراحه. الاثنين جنب بعض اهو، وهنا تحس ان البقسماطيه واخده تاني. البقسماطيه دي على الله حكايتها. بسم الله. البقسماطيه هشه كده وطعم الكمون فيها جامد. البقسماطيه اللي متعلمه بره. هو للامانه طعمها نضيف قوي، فيها طعم زبده عالي قوي، الكواليتي بتاعت الدقيق والمكونات بتاعتها عاليه، طعم الكمون فيها مش باين قوي. هو ده الصراحه ما يطلقش عليه بقسماط، ده نقدر نطلق عليه باتون ساليه. لو بتحب البقسماط او الباتون ساليه وعايز تاكل حاجه بكواليتي مختلفه جدا ومعاك 60 جنيه محيرينه ممكن تجرب. ندخل على اللي بعده. يلا، عمرك كلت مربى بصل قبل كده؟ وربنا ولا انا يوم ما قررت اغير في المربى جبت مربى مشمش وما تنيتهاش تاني. كارملايزد اونيون جام، مربى البصل المكرمل، 290 جرام ب 290 جنيه. شفت انا مسهلها لك ازاي عشان ما تقعدش تحسب كتير. المربى دي اصلها استرالي، انتاج شركه جونز جروسر. مكتوب لك عليها شويه مواصفات كده. قال لك سويت حلوه، تارت لذعه، تانجي منعشه، وانتنس يعني مركزه. من المعلومات المهمه اللي مكتوب عليها ان هي خاليه من الجلوتين. قال لك نسبه البصل فيها 80%، محطوط عليها سكر بني، خل بلسمك، وخردل. المكونات نفسها تخض. يا وعدي يا وعدي يا وعدي. طيب التجربه دي بالنسبه لي انتوا مش متخيلين قد ايه هي هتبقى صعبه. انا اصلا ما باكلش البصل وهو حي كده او صاحي، لازم البصل يستوي قوي عشان اعرف. تخيلوا ان انا باكل بصل فريش محطوط عليه كراميل وسكر. هي ريحه البصل هفه جدا، بس عارف ريحه البصل بتاع البيك تيستي. تعالوا اوريكم شكلها. بصوا شكلها من جوه مربعات بصل كده ولونها غامق. ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ بسم الله. بقى كميه المشاعر دي. خرمنت، بصل مسكر حاسس بطعم الكراميل، في كور صغيره بتتقرقش كده عامله زي السمسم بس مدوره واتخن شويه. انا مش متخيل ان دي مثلا ممكن تحط في نص رغيف واكلها. الفكره الوحيده للمربى دي اللي ممكن تتعمل ان هي تستخدم كديبنج، او ان احنا نغمس بيها مثلا لحمه فراخ، تستخدم كصوص، لكن كمربى بالمعنى الحرفي للمربى يوك. الصراحه مربى البصل دي ما جاتش معايا. اللي بعده يمكن يكون الامل في اللي جاي. مربى البرتقال بالشاي. ركز معايا انا قلت تشاي مش شاي. شاي سبايسد مارميليد، وهي دي الان. المربى دي معموله من البرتقال وشاي الشاي، وده بيكون عباره عن شاي ينسون وقرفه وحبهان. هي المربى اتمرمطت معانا يا جدعان ولا حاجه؟ فين الفراوله وفين التين؟ فين الحاجات اللي اتربينا عليها؟ المربى دي انتاج استرالي، 290 جرام ب 290 جنيه زي اللي قبلها بالظبط. تعال نقرا الاول لو في معلومات مهمه المفروض نعرفها. المكونات بتاعتها سكر وبرتقال وفانيليا وينسون وهيل اللي هو الحبهان والقرفه، خاليه من الجلوتين. كاتب لك عليها اروماتيك اند فايبرنت، عطري يعني هيبقى ليها ريحه نفاذه المفروض، فايبرنت يعني مليئه بالحيويه. تعالوا نشوف، اديني في الحيويه. فكره المارميليد دي بقى ان بيكون جواها قطع فاكهه وقطع من قشر الفاكهه اللي هو البرتقال في الحاله ده. شكلها من جوه واضح فعلا ان في قطع فاكهه، في حاجات طويله كده تقريبا ده قشر البرتقال. هي ريحتها حلوه، عارف موديه معايا على الجيلي كولا ليه؟ لا هتعجبني. بسم الله. واو، الميكس ده طعمها حلو قوي. طعم القرفه باين، طعم الزنجبيل باين، في سنه مراره كده تقريبا دي من قشر البرتقال، بس الميكس على بعضه بسيطني الصراحه، ده بعيدا عن السعر. فلو فرضنا ان انت جالك فاوتشر او هديه زي كده جرب مربى البرتقال بالشاي هتعجبك. مربى توت العليق الاسكتلندي بمقارنه مع مربى توت العليق المصري. توت العليق اللي هو الراسبيري، اللي هو التوت اللي بيبقى شكله عامل كده. دي مربى اسمها ماكايز 340 جرام وسعرها 65 جنيه. اما دي المربى اللي اتربينا عليها مربى فيتراك 430 مللي 21 جنيه. الانواع المصريه انا ما لقيتش شركات كتير بتعمل مربى توت، فاضطريت اجيب
فيتراك عشان فيها توت، بس الصراحه معاها فراوله. تعال نفتح الاثنين وندوق. مكتوب لك بقى على العلبه دي ان هي ميد ويز وول فروت، يعني معموله من الفاكهه الكامله، فالمفروض ان احنا جوه هنلاقي كميات توت كبيره على كلامهم يعني. وفيتراك كاتب لك كما لو تم تحضيرها في المنزل. هنفتح العلبتين بقى ونشوفهم من جوه. لا انا مسامح في ال 65 جنيه، عايز افتحها بقى. ايه ده؟ في ايه؟ عارف لي الريحه مش مكيفاني، مش عايزين نتسرع في الحكم، احنا هندوق الاول. بس عشان تشوفوهم انا هحط لكم الاثنين في طبقين، ادي طبق وادي التاني وادي معلقتين مختلفين. لا المانجو يركز في التفاصيل. اما نشوف بقى الوول فروت يا اخوي. ايه ده يا معلم؟ ده مربع ده في ايه؟ انا قلت الاقي جوه توت. وهي دي فيتراك. شكل الاسكتلندي انا حاسس ان هي اصلا ما فيهاش حاجه من جوه خالص، لسه فاضيه كده. وده فيتراك. هو المختلف هنا ان هنا في البذور بتاعه الفراوله، مش عارف هيبقى فيه توت ولا لا، لما ندوق هنعرف بقى. ابن بلدي بسم الله. اوبا، اللذيذ في الموضوع ان انا حاسس بطعم الفراوله وحاسس بطعم التوت. فراوله غالبه شويه بس في لمحه توت. الاسكتلندي هتحسها اغمق شويه، دي مديه على بني كده، من جواها في بذور كده للتوت بس مفيش توت حقيقي يعني. بسم الله. لا كميه الفاكهه فيها قليله، مش حاسس بطعم توت، اللي غالب الى حد كبير السكر، وفيها افتر تيست غريب قوي كده، طعم مش مريح. فطبعا في المقارنه دي فيتراك تكسب وبجداره. نحدق بقى، احنا كمصريين نحب نحدق بعد ما نحلي. بتحب انهي نوع من الزيتون؟ الزيتون الاسود، الاخضر؟ يوم ما روقت على نفسك جبت الكلاماتا، انا بقى جايب لك برطمان زيتون من غير بذ ومفروم عشان تاكله بسهوله. المانجو مدلع. انا مش هقارنه بحاجه لان هو مصري بس سعره محمل شويه. البرطمان ده 220 جرام ب 63 جنيه. ده شكل البرطمان. قال لك مانسد بلاك اوليفز، زيتون اسود مفروم. قال لك بقى ان هو ممكن يستخدم كفاتح للشهيه او من المقبلات يعني. اكيد الزيتون هنستخدمه كمقبلات، اما هنستخدمه كايه؟ زيتون طبيعي مفروم ومحطوط عليه زيت زيتون وخل وميه وملح. وريني. تعالوا شوفوا شكل الزيتون اهو، متقطع او مفروم. الغالب في الريحه ريحه زيت الزيتون. بسم الله. طلع معلقه كده. فكره حلوه، فكره ان انت بتاكل زيتون سهل كده تستحق التجربه. وملحه كمان مظبوط، مش مملح قوي. بس مش عارف ليه انا مايل اكتر ان انا ارقش الزيتونه كده واطلع البذره بنفسي. عارف انت لما ماما كانت تقول لك فصص السمكه لنفسك، انا هفصص الزيتونه لنفسي. نختم بقى بشويه خيار مخلل كده. لو بتحب الخيار المخلل تعالى هتنبسط. عامل لك مقارنه ما بين كورنيتشونز كيوكمبر شويه خيار مخلل بلدي اصيل. الكورنيتشونز ده بقى اللي هو بيبقى الخيار الصغير. في بعض الناس بتقول ان ده اصلا مش خيار، هو نوع من النباتات شبه الخيار. وانا الصراحه مايل لكده لان شكله من جوه فيه شويه حبوب كده عليه من بره. لما افتح البرطمان هتشوفوها كويس. المهم بقى ان هو بيقول لك النوع ده من الخيار مشهور قوي في فرنسا. فالمانجو جاب لك البرطمان ده 220 جرام ب 45 جنيه. ده شكله. وجبت لكم معاها الكيسه دي 200 جرام ب 15 جنيه، يعني ده 3 اضعاف ده. نفتح ونقارن. انا خليته بقى ينقي لي مخصوص الخيار الصغير عشان يبقوا الاثنين قريبين من بعض. نفتح ده. طلع واحده من الكورنيتشونز، ودي خيارايه بلدي عامله فيها كورنيتشونز. بصوا الاثنين جنب بعض. بصوا بقى شكل الحبوب اللي على الخيارايه دي، لكن دي ما عليهاش اي حاجه، خيارايه طبيعيه خالص. ابدا بابن بلد. بسم الله. انا بحس هو بصراحه مخليه حراق شويه ومزود الملح، بس طعم الخيارايه لذيذ. الكورنيتشونز بعيد عن الخيار، مقرمش اكتر من الخيار البلدي، تحسه فريش كده، مش حادق قوي ومسكر سيك، فانا ما حسيتش فيه بطعم المخلل بتاعنا. لو انت بتدور على شويه الترش الحلوين اللي بتاكلهم على الفطار الصبح مش هتلاقيهم في الكورنيتشن. بس كده، دي كانت تجربتي لبعض المنتجات اللي موجوده في جون ذا جروسر. انا الصراحه كنت اول مره اجرب المكان ده، في حاجات ماشي حالها وحاجات بعيده، المهم ان التجربه كانت مختلفه. لو عجبتكم الحلقه بقى اللايك والفولو والسبسكرايب، ان هو ده الدعم اللي انتوا تقدروا تقدموه لاخوكم وحبيبكم المانجو. لو اي حد وهو ماشي شاف اي حاجه غريبه او عجيبه او جديده وعايزنا نجربها هنا مع بعض يكتب لي ده في الكومنتات وانا اجيبها ونجربها مع بعض بامر الله. واخيرا لكل المانجو لافرز، سي يو.